ولا لحمه ولا فراخ، بس الطعم حدوته هتاكلي صوابعك وراه. لو اليوم طالب معاكي ارداحي يبقى لازم تعملي صينيه البطاطس بالشكل ده. السلام عليكم، اهلا بيكم في خلطة زوزة. يلا بينا نشوف هنعمل صينية البطاطس النهاردة الارداحي ازاي، اللي هتاكلي صوابعك وراها بمعنى الكلمة باذن الله. خضاري اللي انا هستعمله في صينية البطاطس: بصل، طماطم، فلفل، جزر، نص واحدة ليمونة، وطبعا الحاجة الرئيسية اللي هي البطاطس، البهارات بتاعتي، والثوم، اي نوع خضرة، كزبرة، شبت، بقدونس، اي حاجة متوفرة عندك خدي منها عودين كده. واهم تكه في الصينيه الارداحي بتاعتي هي المكعب ده. البهارات بتاعتي: ملح، فلفل، كمون، زعتر، الملك في البهارات، بابريكا لو متاح عندك، وكزبره ناشفه. هنقشر البطاطس. هنقطع البطاطس طرنشات وسط. بصي الحجم ده والسمك كده، وبراحتك برضو. هنقطع بقيه الخضار. قطعيها نعميها قوي. قطعي البصل بالطريقه اللي بتريحك، فانا عايزاه ناعم فهقطعه بالطريقه دي، عايزاه ناعم قوي. عايزه تبشريه طبعا او تضربيه في الكبه براحتك. هنقطع الطماطم. هنفرم الطماطم طبعا ونرجع. كده انا قطعت كل الخضار بتاعي وفرمت الطماطم وحطيت عليها كمان معلقه صلصه كده تعزيز لون زياده. طاسه سخنه وهننزل بحوالي ربع كوبايه زيت. هنزل بالبصل، اهم تكه هنزل بمكعب الدهن ده. دايما بخليه عندي لما يكون عندي اكل ارداحي، اليوم يعني ارداحي، لازم انزل بيه كده في الاكل. الصراحه بيظبط معايا الطعم خالص. ممكن تقللي الكميه، هي الدهنه دي مش بتسيح، يعني مش هتبقى دسمه خالص. شمي بقى احلى ريحه. البصله مجرد اتقلت كده حوالي 5 دقايق، هنزل بالملح وبقيه التوابل كلها، خليها تتحمص مع البصله. لو انت لسه جديده في المطبخ اعملي الخطوات دي وشمي ريحه التوابل كده والبهارات في قلب البصل ومع الدهن كده. صينيه بطاطس يعني معلقه توم كده محترمه. انا فرمه التوم مع فلفل اخضر حراق، وهنزل بيه كده. البصله طبعا
طبعا خدت اللون ده مع البابريكا وبقيه التوابل. انزلي بالخضار. بس احنا بنقلي كده الخضار طبعا مع البصل، وحطينا الثوم وحطينا فلفل حراق، وهنحط كده عصرة نص ليمونه. بصي بتبقى عامله زي الدقه، بتبقى رهيبه، انا ما اقدرش استغنى عنها في صينيه البطاطس بتاعتي القرداحي. وقلي بقى كله في قلب بعض قبل ما تنزلي بالصلصه. الخضار خد وقت في التقليه، هنزل كده بعصير الطماطم. لما عصرت الطماطم طبعا لما فرمتها حطيت جزء كده من فلفل الحراق، احنا بنحبها حراق. معلقه سكر، عشان الحموضه بس. بصوا الجمال، بصوا الجمال. لقيت الفلفل الحراق زياده فيها في الحرقان، فشلت كام واحده كده منه. انا بسيبها تتسبك كده في قلب بعضها، مش هزود الشوربه دلوقتي. والله ريحتها جايبه اخر الشارع، اعمليها بالطريقه دي. خلاص هي اخدت التسبيكه التمام اللي انا عايزاها. وعندي هنا شوربه لحمه هنزل بيها كده سخنه. بص اللون الرهيب، شايفه ريحتها بقى والله العظيم ولا كأن فيها لحمه او فراخ. تحفه تحفه. مفيش حد داق عندي صينيه البطاطس الا ويشكر فيها الحمد لله. بالنسبه لي انا اهم حاجه في الموضوع هو الفلفل الحراق ده وحبه الصلصه دول. هاكلهم كده تصبيره، لان دي حاجه انا ضعيفه قصادها. بسم الله نعمل كده. الصينيه بتاعتنا خلصت، خلصتها كلها على البوتاجاز من فوق، وفي اخر 5 دقايق اديتها وش تحت الشوايه. بسم الله ما شاء الله خدت اللون ده، اللهم بارك. بصي ادي الوش بتاعها والصوص بتاعها كده. انا يعني احنا بنحبه كده جوسي كده حلو، ما بحبش اعمل كميه كبيره عشان ما تقعدش. وبكده صينيه البطاطس بتاعتنا خلصت الحمد لله. ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من خلطة زوزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.